بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل تعالى المعيد فمن محمد المهدي نبي الهدى وإني قلت لجميع أهل الدنيا إنها لي وشأني شيء عظيم في الدنيا والآخرة. ومن كفر فليعلم أن من كفر الحق من الله تعالى هو داخل من الكاذبين. ومن أخذ الكذب حتى مات دخل النار وهو ظالم لنفسه. إنني محمد رسول الله قلت لكم ومن كفرني ويأخذ خير الله تعالى فهو من الخاسرين في الدنيا والآخرة. أيها الكفار فاعلموا أن كفركم وإباءكم لم يجب تركم ما قدر الله تعالى في عبده. ومن كفرني فليطلب رسولا خير رسول الله، لأن الله تعالى جعل الشخص محمد المهدي رسول الله، والله لا يخلف الميعاد وخلق له خلائق بعد خادر. وذلك زمان ود شخص محمد رسول الله وهو خاتم النبيين في الدنيا وإمام المرسلين في الآخرة. وهذه لم يكن بكيد ولا دعاء وليس للحروف، ولكن خدر الحاجر عزيز الجبار كما شاء وهو لا رب الخلائق. وأرسل محمد عبد الله نبي الهدى المهدي في قرية كاس ينقين. الله عز وجل تعالى المعيد فليتوب على كل عبد فكل من هرب مني له بالله، فإني صبرت منه بطول بالله. فكل من هرب مني له بالله فإني صبرت منه بطول بالله. لأني ما نلت خير تسليم فلا نفحل بخير الإسلام. يكون من ليس له توبته يكون له الخسران والكروبة، وتوبته من ليس له معنى فتوبته ندامته والخسران. وكل من معنا في توبتي فخصمته مباشرة بربي ببركة خائدنا حامدنا للهدى إلى خالقنا ربنا عافينا خافرنا خابرنا. وكل من تخلى خاطرا بنا أمان من طيحنا بنا نافحة، خسران من كفر بنا خادرة. أمرتكم سبل رشادي تابعوا وفي له الخافية، يغفر له جاخرة بالواثقة جناته عالية خادرة. كمن له رشاد المستقيم برحمة الخالق الهزيم. لله الملك والخزم وقلت عبدي بالكرم. عبدتم ربنا والباري لأنه يميت ويحيي. عبدتم ربنا والباري لأنه يميت ويحيي. عبدتم ربنا والباري لأنه يميت ويحيي. بخبوركم يفعل ما يشاء لملكه يفعل ما يشاء. بخبوركم يفعل ما يشاء لملكه يفعل ما يشاء. دعوتكم أيها البرايا لله ورسوله في البرايا. كتبته من الهجر وامسش لمن به تحب الخادي نفسي. الله عز وجل تعالى المعيد وتعالى أنا يخلقكم نفسي لرحمة العالمين لأنهم أبو فهل الله. يا أيها قومي فاعلموا ما لكم رب خير الله وهو فعل ما يشاء قبل الدنيا. وهو فعل ما يشاء قبل الدنيا. وهو فعل ما يشاء قبل الدنيا. وأنتم فاعلموا كل من أبى فعل الله فله النارين لظلم نفسه وأنتم أنفسكم من الخسران. لأني محمد عبد الله المهدي. لأني محمد عبد الله المهدي وإني محمد رسول الله. وإني محمد رسول الله. وإني محمد رسول الله.
وصاحب الناس وسعسه وما لم ينزل الله مثله في الأرض لأن التاريخ الأول فيها البقية وفي تاريخ شانهم هي هذه ولا يبقى بها شيء ومن بقي في هذه التاريخ فله نار مخزن للدنيا والآخرة وهذه وفي رب العالمين في قبل خلق الخلائق يا أيها أهل الشرق ثم أهل المغرب وأهل اليمين مع أهل الشمال كأهل البحر والبر فقوموا ترنواتوا إني في خرب دنيا في خريط جاز لأن محمد المهدي قد أسر الله فيه مع علامته جهرا من الشروق إلى غروب الشمس وهو قائم. أيها الناس واعلموا فني الدنيا وفني الخير والعافية والنجاة بخير إني وأهلي واعلموا أن الخير في الحياة الدنيا لم يجاوز شخص أبدا وهذا هو فهم رب العالمين في هذا الزمان يا أيها الحياة الدنيا فاعلموا أن محمد المهدي دعوتكم بعد الكبار ولا بعد من يرى الحسن أبدا يا أيها قومي فاعلموا أن الله قد قدر كمال الحياة الدنيا فالفضل الدنيا لا يجاوز شخص أبدا فالفضل الدنيا لا يجاوز شخص أبدا ومن سمع خادرا ولم يأتي لنا فلتخف ما لم تحب في نفسه لله لأن محمد رسول الله هو هذا وهو إن لم تعرفه هو إن محمد عبد الله اليقين المبارك وإن المهدي وإن صاحبكم ولا وقدر علي في تاريخ الأول لا نبي بعدي وهذا تاريخ هو تاريخ شاني وهو الآخر الدارين بعدي لأن محمد المهدي أنا أراد ربي يرجعنا إليه لمعنا جميع خيرات الدنيا فوجد الإيمان والإسلام والإحسان في يد معه إلى ربي وهذا هو الحق الخاشع كقولي في تاريخ الأول على صاحبه لا نبي بعده ومن لم يعرف ذلك فلينظر ما بين الحجرية وهذا زمان فحلمت أن ذلك البين لا نبي فيه وناس الدنيا ترون يحلمون ذلك بربهم أن عيسى ابن مريم سوف يرجع للدنيا جهرا وأليم أن محمد رسول الله لم يدخل ذلك عند ربه وأنتم فلتنظروا ذلك وتعلمون لولا رجوع محمد في الدنيا لم يقل لا نبي بعدي لأن عيسى ابن مريم لا يرجع للدنيا جهرا ولكن أنتم تعلمون لا نبي فيما كان بين الحجرية رسول الله والمهدي وعيسى ابن مريم ولا يأتي إلى بعد الزخور المهدي وهذا كفى علما في المهدي إنه هو محمد رسول الله يا أيها الناس فاعلموا كل من تحب النجاة لنفسه فعليه علم مبين بأن المهدي هو محمد رسول الله بأن المهدي هو محمد رسول الله بأن المهدي هو محمد رسول الله وإن أنتم لم تكونوا من الخاسرين والكبر والجهل أو أبى الحق لكانوا آمنوا أن الحق ثابت عند رب العالمين والحق هو عبد الله عاشق ورضي ربه وكذلك الخوف الكذب ولهن ربه وإن محمد المهدي قلت لكم ومن خدر زمان المهدي فليحمد ربه وعليه الجروي إلى المهدي لله وعليه حمدا حسنا واعلم أنكم أهل الشهداء وأنت لك الفوزين ومن لقي المهدي وقبلته فله التوفيق وأنتم فلتعلموا كل من كان في الجهل الحق وأنت ترى من يرى الحق ولم تسأله فاعلم أنك أبيت فعل الله ومن أبى قدر الله فله حساب الدنيا وعذاب البرزخ وفي آخرته أدخله الله النار إن أنت لم تتوب ذلك وإن محمد المهدي سألتكم فبأي شيء أشركتم حتى أنتم ترون المهدي وهو يدعوكم وأنتم سمعتم دعوته ولم تجيبوا دعوته وأنتم فاعلموا لو أنتم تحبون الإسلام الحق إن سمعتم من ادعى المهدي في نفسه ولو أنتم علمتم الكذب منه فعليكم المشي إليه لربكم أقرأ من لم يخرف به سوى الحق ولا هو ما كان في لهو وهذا يجب كل من سمعتني بهذا القول فعليه أن تأتي صريحا عندي يا أيها قوم فاعلموا أن رب العالمين معنا في الدنيا والآخرة فسبب هذا يجب فيكم كل من كفرني لكفر الحق والحق لما رب العالمين
وأنتم يا أيها جميع الدنيا فاعلموا فالفعل ليس لأحد رب المشرق والمغرب وما بينهما وما كيد لأحد بقدر رب العالمين وما لأحد رب خير ربه ولا إله إلا الله يا أيها قوم فلترحموا أنفسكم من عذاب الله بعد خوف رب العالمين لأنكم ليس لكم حافظ في الدنيا والآخرة خير ربي وإني محمد المهدي أوصيكم بتقوى الله والإيمان بربكم إيمانا حسنا والإسلام والإحسان تسليمكم لشخص محمد المهدي لأن المهدي هو النبي الذي إذا خابت شمسه فخابت الجنة على كل من لم يكن مع المهدي لله وأنتم عليكم وأن تحمدوا لله بحمد مبين والجر إلى المهدي صريحا لخطر رب العالمين فيكم والمهدي لم يترك في الدنيا خير ولا خافية أبدا لأن محمد المهدي هو آخر الدنيا وهو يأتي حتى هو يدهكم بسنة عام وامسوشين وذلك الوقت كان عمره ومن من سنة فيختي ربي الأمر علم النفس في ناسي لجميع الدنيا فخير رب الخلق عليه لكي أدهو جميع الناس في الإسلام الحق الذي علمهم دنيا ترا قبل أن يأتي هو المهدي وإذا بلغ عام تمسش لكان عمره تم ويختيني ربي إذن أن يخرف الدنيا ما عندي لكي يجيبني جميع الدنيا وإذا بلغ عام جنسش لكان عمره جن ويختيني الله إذن دعوة الناس ترا بحقيقة اسمي لإباه الناس جهرا وكفري وتغنيفي بشخصي وأنتم لا يرون الخبائث في شخصي ولا هم يرون عني ما لم تحب الإسلام لا بفعل ولا بقولي وما خلت الخروف وعدم إقواني وبعد مسكني في المشرق كان بخلامتي وأنتم يا أيها قومي فاعلموا عليكم أن تخلموني فبأي حال تتخذون حتى أنتم كفرتموني أما أنتم تتكئون بإباء فعل الله يا أيها الناس فاعلموا أن كفركم وإباءكم لم تنقص فعل الله أبدا يا أيها قوم فاعلموا أن تهبوا نجاة لأنفسكم فلتقبلوا حالي لأن هذا الأمر ليس بكيد ولا هم يكيدون بها وليس به من المخرج ما يدخل الله وذلك ليس بفعل ولا قدرتي ولا كيد بكيد أحد منهم ولكن أنا وأنتم سواء بذلك أما أنتم لم تروا كيف بالشخص باتباعه جدنا إبراهيم بأول حتى الآن ولم تفصل شيء بحالي ولا وجعلني محمد رسول الله قائم بعد جدي أبدا ولا جعلني محمد رسول الله قائم بعد جدي أبدا ولا جعلني محمد رسول الله قائم بعد جدي أبدا يا أيها قوم اتقوا الله وأقتلوا أنفسكم وأولادكم ولا تقتلوا الكافرين ما سألت لكم لله وشخصي فإن لم تؤتوني ذلك كما سألتكم لكنت من الخاسرين أقرأ من أبى صفتي وهو سوف يعلم أنه الخاسرين كأبو جهل في تاريخ الأول أنه الخاسرين كأبو جهل في تاريخ الأول أنه الخاسرين كأبو جهل في تاريخ الأول يا أيها قوم خذوا أنفسكم بكفر حالي لأن يا إني محمد رسول الله وإن يا إني المهدي وإني صاحب الناس ولا أخرج شخصي رحمة على الظالمين وأني ففي كل من يكد المقدم أني فله مصيبة الدارين يا أيها قوم خذوا أنفسكم بإباء أمري أو الكفر أني لأن أمري جعل الله فيه القدرة عاشقة في الدنيا والآخرة يا أيها قوم أفلم تروا كيف فعل ربي وحدانية الشخص فاعلموا لو أنتم تعقلون لترون الفعل رب السماوات والأرض قبل القول لأن الفعل ربي أني جاهر مخلوم عند كل من يستخدم أخله لأن المشرع طويل بخير عن خرب الدنيا والخرب كسر الناس في هذا الزمان ولا هم يرونه من ادعى بأمر المهدي ولا من يرى أني ما أشبه به من دون الله ولا هم يرون من يحب صفة منهم وخيرهم ولم يروا من كان بكيج النجاة وإني لم أطلب شيء من كيج النجاة ولا أخذ كل عبد وكيدهم طرا حتى أنهم كانوا خارجين عني وهذا كفى علم القدر الله أني أما أنتم تكفرون ذلك العلامة وأنتم لا ترون ذلك يا أيها هم فإن لم تقبلوا حالي لا يخرجكم الله من حساب الدنيا والله لكان في برزقهم عذاب وإذا قام يوم القيامة
أدخلكم الله النار وذلك خسرانكم وإن كنتم تحبون النجاة من ذلك فاعلموا لا نجاة لكم إلا وأنتم مسلمون على ربكم لأنني إني محمد رسول الله 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 وإني عبد الله اليقين المبارك إن المهدي وإني عبد الله اليقين المبارك إن المهدي وإني عبد الله اليقين المبارك إن المهدي وإني صاحب الناس وهذا لم يكن بكيد ولا كيدهم وإني أوصيكم بتقوى الله وحفظ أنفسكم بما منهاكم والفور بما أسنتكم لأنكم لا لكم رب خير الله هو فعل هذا كما شاء وهو رب السماوات والأرض ولا له الوجود والبقاء ولا وليس لأحد من مخرج فيما قدر على شيء ومن لم يرى هذا حتى أنت كفرت هذه ولم تأخذ بإذن لربي ولا أنت سوف تندم ندامة أزيمة وأنتم يا أيها قوم أفلم تعلموا أن ربي لم يحب الخون منكم لتجيب دعوتي لكي تتوب عندي بكرهم لأن الله عزيز حكيم بمراده لأنه إذا أراد شيئا فيقول لذلك كن فيكون ذلك كما يريد أن يكونه يا أيها قوم إني محمد المهدي سألتكم فبأي شيء ترجون في صفة العبادات لأن قراءة القرآن وصلاة وصيام وزكاة وجميع الدعاء كالورد وخيرها حتى أنتم أبيتم دعوة المهدي وأنتم فاعلموا أن جميع هذه العبادات كان في أيدي سلاطين بهذا الزمان حتى يبقى المسلم والمسلمة هو الإسلام لرسول الله وأنتم لم تروا السلاطين في إسلام الحق لأنه كل من أخذه فترك الكذب وسلاطين يقولون بالحسنات ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويفترون بقراءة القرآن والورد وجميع الدعاء ولا هم يتركون سلاطينهم وهم يا أيها قوم فاعلموا أن ربي لا يجمع إسلام والكفر بنفس واحدة لأن الكفر لا يمسه الإسلام والإسلام لا يمسه الكفر أبدا يا أيها الناس فاعلموا لو كان الأخير الآخر في جميع العبادات في هذا الزمان والله لا يقربه من يجعل الملك بنفسه لأن الله أبى من يجمع الكفر والإسلام يا أيها قوم ألم ترى كيف أبى سلاطين أمر المريد بأول فاعلم أنه يجيب ذلك سوى نفخ الإسلام كان في بطن المريد بالشيخ بامبا لشخصه ولا إذا نام بامبا فنفخ الإسلام يأتي في يدي ليكمل الشخص وإن أنتم لم تعرفوا ذلك هو محمد عبد الله اليقين المبارك المهدي في آخر زمان بقرب دنيا في خريط كيس جانقين وسبب هذا لأبلاه الخير والعافية على كل من معنا في هذا الزمان ومن الناس كل من لم يكن في يدي لأن لم يحبني وكل ما تقوله منه بشخص وهو لم يكن صاحبي وذلك القول هو الكذب في ذاك لأنه لا رب له خير الله والله يقتيني كلهم ومن لم يأتي لنا إلى يوم القدر وهو علمني جهرا بما أوجب جلسك وإن محمد المهدي تقول لذلك لم تحبني ولكن أنت ليس لك كيد قط يا أيها هم فاعلموا كل من أبد الله بالحق لا يحب صلاتنا أبدا يا أيها الناس أفلم تروا كيف أبى الناس عني وذلك كفى علامة وإنما نلت من يكج نجاة عني ونجاة لم يخف المرء المنتهى وهذا كفى علما وعلامة لكم ثم تأتوا عندي لله وأنفسكم وإن لم تفعلوا ذلك فعليكم أن تخافوا لأنفسكم بهموم عظيمة لأن هذا هو فعل الله وهو كفى علامة من المهدي على من يريد الله له الخير والعافية يا أيها الناس فاعلموا كل من كفرتني لدرجته في بطن جماعته سوف تندموا قد ندامة مبينة مع الأدم أبدا إن أنت لم تتوب ذلك قبل اليوم يا أيها الناس أفلم تعلموا أن محمد المهدي هو الذي من قدر زمانه ولم يتب به فأنت خاسر في الدارين يا أيها قوم إن محمد المهدي أوصيكم بكفر ما لا تعلمون والقول بما يتبين لكم وإباء قدر الله أو تباه أنفسكم على الفساد وخجل الشخص بما يعطيه الله من الفضائل
وأن تتركوا الكذب وأن تتركوا الكذب وإن قلت لكم فلتحفظوا أنفسكم من كل ما لم يبين لكم بالفعل والقول وإن محمد عبد الله اليقين وبارك المهدي دعوتكم بالحق وعلمتكم أن حالي ليس له دافع لكم لأنه مرسله رب الخلائق لأنه مرسله رب الخلائق لأنه مرسله رب الخلائق لأنه مرسله رب الخلائق وهو من إذا أراد شيئا فهو فيقول لذلك كن فيكون ذلك ما يريد وأنتم يا أيها قوم فاعلموا أن رب المشرق والمغرب لم يترك هذا الأمر في يد أحد ولكن هذا الأمر لم يفعل أحد ما يحب به أبدا ولكن كل عبد لم ينال بهذا الأمر شيئا إلا أن يراه فقط ومن يحب هذه فليره ومن لم يحب هذا تراه جهرا وكل من جلس حتى ترى ما تخافه في نفسه فعلم فلك الإباهر أدب الكيد ولا وجه ذكر لذلك وهو سوف يقدر في يد ذاك وهذا سوف تراه لدنيا إن شاء رب العظيم يا أيها علماء الحروف فبأي شيء تنفعكم علومكم لأن جميع الفروق والقرآن وجميع الأوراد وسنف العبادات طرا هي خبر من محمد رسول الله من الحجرة إلى محمد المهدي اللهم يا ربي اجعلنا منه صحيحا مبينا دائما إلى الجنة وهب لنا منه عاشقا سجدا ججدا وهب له من قوة وبلدان مؤمنا مسلما ومسلمة خاشع دين الله آمين دين رسول الله وتابه الهدى ربي خدناه ومقطع بك ربي يا خابر الدعاء أقبل دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عافينا خافرنا خابلنا وكل من تخلق ربنا طوي لنا عمرنا سخي لنا بدنا وهب لنا رشدا وتوفيق يا الله بارك محمد رسول الله المهدي عبد الله اليقين بارك محمد رسول الله المهدي عبد الله اليقين بارك محمد رسول الله المهدي عبد الله اليقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين